احنا كده رسمي دخلنا في موسم الافراح. فلو عندك بقى مناسبه مهمه، خطوبتك، فرحك، مش معاكي بقى فلوس تجيبي ميك اب ارتست، في الفيديو ده هعلمك ازاي تعملي ميك اب يطلع شكلك قمر، وهتوفري كمان فلوس الميك اب ارتست. بس قبل ما نبدا الفيديو ظبطوني بلايك، اشتركوا كمان في القناه لسه ما اشتركتوش، سيبوا لي كومنتاتكم الحلوه وبسرعه على الفيديو. بالنسبه للحواجب هتلاقوا اكتر من فيديو على الصفحه لطريقه رسم الحواجب، عشان بس ما ناخدش وقت في الفيديو ويطول. هبتدي باول حاجه وهي البرايمر. البرايمر هتستخدميه على حسب نوع بشرتك، بس البرايمر اللي انا هستخدمه ده دلوقتي بتاع شي جلام، اللي هو ده كده شكله اللي بيكون لونه بينك. البرايمر ده شويه بيملى معايا المسام، وكمان بيدي تنويره حلوه قوي للوش، هوريها لكم دلوقتي. بصوا هعمل لكم نص الوش منه. طبعا انت بقى لو بشره دهنيه تستخدمي برايمر للبشره الدهنيه، ولو بشره جافه نفس الفكره. عايزه بس اوريكم البرايمر ده بيعمل ايه. بصوا مديله تنويره كده، وده النص اللي ما فيهوش برايمر. اكيد باين لكم الفرق. بالنسبه لاي خطوه انا هعملها دلوقتي، انت لو مش بتحبيها او مش هتحتاجي تعمليها، يعني مثلا انت لو بشرتك ما فيهاش مشاكل ما تستخدميش برايمر، مش عايزه تستخدمي كونتور كريمي اوكي، مش عايزه تستخدمي بلاشر كريمي اوكي، تمام. اي خطوه انا هعملها انت تقدري تستغني عنها او مش حباها عادي جدا. هنيجي بعد كده للفاونديشن. انا هستخدم الفاونديشن ده من ويت اند وايلد، الدرجه بتاعته كلاسيك بيج، وبرده نفس الفكره بتاعه البرايمر. هتستخدمي الفاونديشن المناسب لبشرتك، والكفر بتاعه برده انت اللي هتحدديه. يعني لو انت بتحبي الفول كفر، لو بتحبي الميديم، انا في العموم بحب الميديم كفر، فهستخدم كده الفاونديشن ده. والفاونديشن ده خطير على فكره. هوزعه الاول كده بفرشه فلات، وبعد كده همشي عليه بقى بالبيوتي بلندر. وحاولي ما تاخديش طبقه كبيره قوي من الفاونديشن عشان ما يكسرش معاكي. كل ما هتقللي كميه الفاونديشن كل ما هيكون شكله احلى وثباته هيكون اعلى، وخصوصا ان احنا خلاص دخلنا الصيف. فحاولي كميه الفاونديشن تكون قليله قوي، يا دوب توحدي بيها بس شكل البشره. ولو في طبعا غمقان او حاجه كده في بشرتك يا ريت تكنسليها الاول عشان ما تحتاجيش ان انت تستخدمي طبقه فاونديشن كبيره. هنيجي بقى للكونتور، والكونتور ستيك هيكون اسهل عليكي كتير قوي من الباليت بتاعه الكونتور. تاخديه بفرشه ده بيسهل الدنيا خالص. الكونتور اللي معايا ده من AOA، بصوا بيكون شبه القلم كده، الدرجه دي رقم ساند، وهبتدي اكنتر بيها. بصوا مفيش اسهل من كده. وبرده للمناخير الكونتور بتعملوه على حسب وشكم. انا مش هقدر اقول لكم كل الوشوش بيمشي معاها الكونتور عامل ازاي، بس تقدري طبعا انت عارفه وشك مدور مثلث كده، تقدري تعملي سيرش على الكونتور المناسب ليه وتجربي الكونتور مره واتنين عشان يظبط معاكي الكونتور. بس ده الكونتور اللي بيليق على الوش المدور، وكونتور المناخير ده اللي بيليق على شكل مناخيري. وللبلاشر كريمي هستخدم البلاشر ده من LA Girl، هو استيك كده درجته قمر قوي، وتقدري تستغني عن الخطوات بتاعه الكونتور الكريمي والبلاشر الكريمي. لو انت بشرتك بتعرق قوي او انت مش بتعرفي تستخدميهم مفيش مشكله، تقدري تكنسلي الخطوه دي عادي. البلاشر ده انا مش عارفه درجته بصراحه ايه او مكتوبه فين، بس الدرجه دي بتاعته خطيره وكريمي جدا، بيتزحلق كده على الوش. وللكونسيلر هستخدم الكونسيلر ده من شوباريل، حلو جدا ما بيكسرش تحت العين، درجه شوباريل رقم ميديم، وهاخد منه نقطه كده. نيجي بقى لتثبيت البشره. انت لو بشره دهنيه لازم تثبتي وشك بلوس باودر حلو قوي حلو قوي. كل شويه تعملي كده تشوفي الوش ملزق ولا لا، ولو لقيتي حته ملزقه ثبتيها كويس بلوس باودر. ولو بشرتك جافه بس هتثبتي الاماكن اللي بتكسر عندك، والوش على خفيف بفرشه. انا هستخدم اللوز باودر دي من NYX، الدرجه بتاعتها رقم لايت ميديوم. وللكونتور الباودر هستخدم الكونتور ده من توب فيس، بيكون درجتين كده. انا بستخدم الغامقه دي. الكونتور الباودر نفس فكره الكونتور الكريمي، ان انت بتعملي نفس الكونتور بس بتستخدمي منتج باودر.
والبلاشر باودر هستخدم البلاشر ده من سبال درجة 11، الدرجة اللي هي البينك دي. نيجي بقى للعيون، والبالت دي من تكنيك بتقولك انا بالت عرايس. البالت دي حلوه قوي، الدرجات اللي فيها درجات عرايس قوي قوي قوي، فتعالوا بقى نعمل بيها لوك قمر كده ونشوف هنعمل ايه. الحلو بقى في البالت دي ان زي ما فيها الوان شمر، الدرجتين دول جليتر كده ملعلطين. اول حاجه هاخد الدرجه دي كده بفرشه دمج واسعه استخدمها كلون انتقالي، وابتدي الاول اطبطب اللون على جفن العين، لان انا مش مثبته جفن العين عندي ببودر، عايزه الشادو نفسه هو اللي يثبت الكونسيلر عشان الاي شادو يبقى لازق. فاهمين قصدي؟ الوان الاي شادو انت هتختاريها على حسب اللبس اللي انت لابساه، اوكي؟ فانا هتخيل كده ان احنا هنعمل حاجات على بنكات، فهاخد الدرجه دي كده بفرشه دمج اصغر وهحط اللون كده في اخر العين. انا هحاول اعمل لكم لوك كده يكون سهل ومش مكلكع، بس في الاخر يطلع شكله حلو. تمام. هرجع بقى لفرشة الدمج الواسعة وندمج كده الاطراف، وما بين كل خطوة والتانية او كل لون ونحطه لازم نرجع للفرشة الواسعة عشان ما يبقاش فيه خطوط للاي شادو. بفرشة بقى مبططة وبنفس اللون اللي انا استخدمته في اخر العين، وهحطه كده تحت العين، وبفرشة الدمج الواسعة هاخد اللون الانتقالي ونموه كده بيه تحت العين كويس. وبعد كده بالفرشة المبططة هاخد الدرجة الشمر دي كده وهبتدي احطها في اول العين. عايزة اشوف اللون هيطلع بالفرشة احلى ولا بايدي، حاسة انه بايدي. خليني اخد اللون كده بايدي. اوكي، وهاخد الدرجة دي بقى دلوقتي وهحطها هنا في نص العين. بعد كده هاخد اللون الجليتر، والحلو في الجليتر ده ان هو مش بيبقى محتاج جلو تحتيه، احنا بس بناخده كده على طول ونحطه، هو الجلو بتاعه منه فيه. بصوا العلطة، عشان كده بقولكوا البالت دي بتقولكوا انا عرايس قوي، لان فيها درجتين كده جليتر، فمش هتحتاجي تجيبي جليتر لو انت حابه الدرجتين اللي فيها يعني. هاخد بقى فرشه الدمج الصغيره وهاخد الدرجه دي كده مع الدرجه دي وهبتدي احطهم في اخر العين، وفرشه الدمج الواسعه وندمج الاطراف. انا كده تقريبا خلصت العيون. تقدري طبعا تعملي ايلاينر، بس انا مش من عشاق الايلاينر. هاخد الكحل البيج ده من ريمال وبس هحطه في اخر العين كده. عايزه ادي وسع كده للعين بس في الاخر، يعني مش هدخله لقدام ابدا، يعني بالشكل ده كده. بصوا ادى فتحه للعين هنا عندي. هنحتاج بعد كده كومباكت باودر نحدد بقى بيها الكونتور ونعمل بيها هايلايت للبشرة. انا هستخدم الكومباكت باودر دي من كيكو، الدرجة اللي معايا دي رقم 5، وهبتدي احدد بقى بيها الكونتور كده. وبفرشة الباودر هنشيل الزيادة بتاعة الكومباكت باودر. عملت لكم فيديو صغنن كده لطريقه تركيب الرموش عشان ما تتوهوش مني، فان شاء الله يكون نزل لكم قبل الميك اب كمان. هاخد بقى ماسكارا واحط ماسكارا في الرموش السفليه. بصوا العين وسعت ازاي مع الحركه بتاعه الكحل، خطيره. طبعا انت لو عينيكي واسعه مش هينفع تحطي كحل بيج، تقدري تحطي كحل اسود عادي، او لو ما بتحبيش الكحل ممكن ما تحطوش عادي خالص. نيجي بعد كده بقى للروج، وهستخدم 2 روج، واحد من شي جلام واحد من روز جولد. روز جولد رقم 105، شي جلام اسمه تيك اكشن. تقدري تسيبي الروج مات وما تحطيش عليه جلوس لو انت بتحبي الارواج المات، بس انا بحب الارواج اللي فيها لمعه وحركات كده. وللهايلايتر هستخدم الهايلايتر ده بتاع شي جلام الدرجة البينك.
بفرشة بقى صغنونة وفي مدمع العين وتحت كده شوية. بصوا الهايلايتر بقى فيه خط ما بينه وما بين الاي شادو. هنعمل ايه؟ هناخد فرشة الدمج فاضية معلهاش اي لون وعلى خفيف كده ندمج طرف الهايلايتر مع الاي شادو. بصوا بقى شكله عامل ازاي وهنا شكله عامل ازاي، فما تنسوش الحركة دي عشان نظافة الشغل اهم من الشغل نفسه. وبكده نكون خلصنا. اكتبوا لي بقى رايكم لو الميك اب عجبكم، وكمان لو هتقدروا تعملوه في مناسبه ليكم جايه. بس كده حبايب قلبي، اشوفكم فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تظبطوني بلايك، اشتركوا كمان في القناه لسه ما اشتركتوش، وسيبوا لي كومنتاتكم الحلوه. اشوفكم فيديو جديد، باي.